السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناة الماجيكو في أول لقاء وأول حلقة. طبعا قبل ما نبدأ الحلقة ما ننساش إخواتنا في فلسطين بالدعاء. ربنا يا رب يثبت أقدامهم وينصرهم ويسدد رمياهم ويشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم. طبعا الأهلي هنتكلم عن الأهلي وفوزه النهاردة على بلدية المحلة بنتيجة 2-1. يمكن الأهلي كان متأخر 1-0، وخلاص كلنا قلنا الأهلي حتى لو تعادل مش هيقدر إن هو يكسب. يمكن الحاجات دي هي اللي محببانا في الأهلي، حتة الرومونتادا في الأوقات الأخيرة. قدرنا نشوف الأهلي والرومونتادا بتاعته النهاردة. جونين ولا أروع، جون لعمر كمال عبد الواحد، الجون التاني لأنطونيو موديست. يمكن أنطونيو موديست من الصفقات اللي عليها علامة استفهام كبيرة. ازاي لاعب زي ده يجي من دوري بحجم الدوري الفرنسي ويكون بالمستوى ده؟ على ما اعتقد ده خطأ كبير من إدارة ومن مدير تعاقدات، بان هم يجيبوا لاعب بالمستوى ده. يمكن الحسنة الوحيدة اللي أنطونيو موديست عملها هو إن أو يعني أوقات الأهداف بتاعته بتبقى، يعني شفنا الهدف بتاعه في مودرن فيوتشر، هدف ببطولة. شفنا الهدف بتاعه النهاردة هدف بثلاثة بونت، يمكن غاليين جدا. 3 بونت دي هتقربك لحتة الصدارة طبعا. يمكن الاتحاد أعلن على إن هو هيحدد الفرقتين اللي هيلعبوا دوري ابطال من بدايه، يعني من نهايه الدور الاول. يعني لازم الاهلي ينهي الدور الاول، يا اول الدوري يا وصيف. غير كده ما هيلعبش دوري ابطال السنه الجايه. فلازم الاهلي ينهي الدور الاول، يا مركز اول يا مركز تاني، ما ينفعش غير كده. يمكن بنشوف نادي الزمالك فقط 3 نقاط غاليين جدا امام سموحه. يمكن ده هيأثر عليه بشكل سلبي. هيأثر عليه في حته ان هو ممكن ما يقدرش ان هو يلعب دوري ابطال الموسم اللي جاي. دي في حد ذاتها وحشه اذا كانت في حق النادي الاهلي او نادي الزمالك. متعودين دايما ان احنا الناديين دول بالاخص بنشوفهم كل سنه في دوري ابطال افريقيا. دي الحاجة التانية، الأهلي كده يستعيد، يقدر إن هو ينافس على استعادة الصدارة مرة تانية طبعا بفوزه على نادي بلدية المحلة النهاردة. كده النادي الأهلي في المركز الخامس، عنده 33 نقطة، فرق ما بينه وبين بيراميدز 4 مباريات. يقدر إن هو إن شاء الله لو حقق ال4 مباريات دول يقدر يستعيد صدارة الدوري مرة تانية. يمكن من الحاجات اللي بسطت الواحد النهارده او خلت الواحد النهارده مبسوط شويه، حته ان هو رجع يدي الثقه تاني لمحمد مجدي قفشه. يمكن كلنا شفنا في اخر المباريات واخر الاخبار ان محمد مجدي قفشه في مشكله ما بينه وبين مارسيل كولر. الحمد لله النهارده قدر ان هو يحل مشكلته، قدر ان المدرب يديله الثقه من تاني، قدر ان هو ينزله في الدقائق الاخيره، او حتى لو لعب له 20 دقيقه 15 دقيقه بس، دي في حد ذاتها كويسه خالص. يقدر بعد كده يستفيد منه بشكل كبير. محمد مجدي قفشه طبعا من اللعيبه المهمه في النادي الاهلي. يمكن محمد مجدي قفشه صاحب اغلى جون في تاريخ النادي الاهلي، هو طبعا نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والزمالك. طبعا قضيه ممكن، يمكن مشهور بحته القضيه ممكن دي. طبعا الجون ده ما يعني يخلد في ذاكره اي حد بيشجع النادي الاهلي. الحاجة التانية واللي عايز اتكلم عليها وهي بيراميدز. بيراميدز يواصل سلسلة انتصاراته. يمكن النهاردة الانتصار ال13 ليه. يمكن الموسم ده بيراميدز بينافس على الدوري بشكل قوي جدا. يمكن متصدر الدوري 4 5 متوشة، هو المتصدر طبعا بابتعاد النادي الاهلي وبابتعاد نادي الزمالك عن المنافسة لمؤجلاته والمباريات المتأجلة وكده. فبصراحة بيراميدز السنة دي عامل سيزون أو موسم كويس جدا. هو ده اللي احنا بنبقى منتظرينه، أي مشاهد أي مشجع
لاي نادي بيبقى عايز حته المنافسه دي، مش عايز مثلا الاهلي كل سنه هو اللي ياخد الدوري وما يحس يعني يحسم الدوري قبلها باربع خمس اسابيع ولا ست اسابيع. دي ما بتبقاش كويسه في الكوره. احنا نفسنا طبعا النادي الاهلي اللي يفوز بالدوري، بس يبقى فيه منافسه. يعني يبقى مثلا ايه النادي الاهلي مثلا حسم الدوري قبلها مثلا باسبوع، قبل اخر لقاء، قبل اخر لقاءين، اقصى حاجه. ان في دوريات يمكن الاهلي بيحسمها قبلها بسبع اسابيع وبثمان اسابيع وخمس اسابيع. فده في حد ذاته للمشاهد ما بيبقاش كويس. يعني يمكن الدوري الانجليزي بنشوف لاخر ماتش بيبقى ده فايز بالدوري بفرق نقطة، بفرق جوان. هي الحاجات دي اللي بتبقى بتدي للمشاهد المتعة لكرة القدم. فنتمنى يا رب ان احنا نشوف ده في الدوري المصري. يمكن الفوز بالنسبة للنادي الاهلي النهارده مهم جدا طبعا. عنده ماتش طبعا يوم 18 او يوم السبت على ما اعتقد، في دوري ابطال افريقيا. طبعا النهارده الفوز ده هيفرق معاه بشكل كبير. هيروح المباراة طبعا اللعيبة معنوياتها مرتفعة. هيفرق معاها بشكل كبير الانتصار بتاع النهارده ده. ونتمنى له يا رب ان هو ان شاء الله يرجع بنتيجة ايجابية من هناك. يمكن ربنا يكرمنا ان شاء الله وما نحتاجش الماتش العودة قوي، اللي هو يعني لو ربنا كرمنا كسبنا 2-0 هناك ولا حاجة، نيجي هنا اللي برضه ايه مطمنين شوية. طبعا المطوشة اللي زي دي بتبقى شوطين، شوط هناك وشوط هنا. ممكن ربنا يكرمك في الشوط اللي هناك تكسب مثلا 1-0، تيجي هنا لا قدر الله يخش فيك جون جونين، خلاص الموضوع خلص، انت بره البطولة. ان شاء الله بنتمنى ال 12 ان شاء الله للنادي الاهلي. برضو نادي الزمالك ما ننساهوش. نادي الزمالك عنده لقاء غدا ان شاء الله مع نهضة بركان. اللقاء هيكون الساعة 8 في المغرب. نقدر ان شاء الله نادي الزمالك يرجع بنتيجة ايجابية هناك، وان شاء الله يحقق البطولة، وتبقى الموسم ده البطولة طبعا ما تخرجش كونفدرالية الزمالك، دوري ابطال ان شاء الله يبقى الاهلي. تبقى حاجة كويسة للأندية المصرية والكرة المصرية بشكل عام. يمكن ناس كتير طبعا يعني مستنيه ان هي تشوف الزمالك والاهلي في سوبر افريقي. يعني بيبقى حدث اي حد بيتمناه. الزمالك والاهلي يقابلوا بعض يعني في بطوله قاريه زي كده. مين اللي هياخدها ان شاء الله كل واحد وانتمائه اللي بيتمناه. طبعا انا بتمنى النادي الاهلي ان شاء الله، لو الاهلي والزمالك جمعهم بطوله مع بعض زي السوبر الافريقي اتمنى الاهلي ان شاء الله يحققها. فده في حد ذاته هتبقى حاجة كويسة خالص بالنسبة للدوري المصري، بالنسبة للكرة المصرية عامة. يعني شفنا نهائي القرن ما بين الزمالك والأهلي، عطانا يعني دفعة قوية بالنسبة للدوريات الأخرى. يمكن الدوري المصري، يمكن الديربي الأهلي والزمالك في الدوري المصري بيبقى متصنف، يعني تصنيفه كان بيبقى من أقوى الديربيات على مستوى الشرق الأوسط بل في العالم كله. بنشوف انخفاض كبير بالنسبة للديربي المصري ما بين الأهلي والزمالك. يمكن ديربي دوري أبطال أفريقيا هو اللي قدر يخلي الناس يعني تركز شوية برضو مع مع الأهلي والزمالك من تاني. يمكن رجع للكرة المصرية يعني حياتها الطبيعية شوية. فبنتمنى يا رب ان يبقى السوبر الافريقي ما بين نهايته ما بين الاهلي والزمالك ان شاء الله من غير مقاطعه. وكده تكون نهاية حلقتنا، وإن شاء الله معاكم بعد كل مباراة أهلي وزمالك. في مباريات تانية إن شاء الله نقدر نطلع ونحللها ونتكلم عنها. إن شاء الله أخبار كتير هنتكلم عنها على القناة هنا. مستنين اشتراككم، مستنين دعمكم لينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.